السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل كيكه، يعني خليط ما بين الكيكه والبسبوسه. هنعمل كيكه الرواني تحفه بجد، طعمها حلو جدا وسهله، مكوناتها سهله خالص. مش عايزه اقول لكم بقى قد ايه هشه، شايفين عامله ازاي؟ بجد تحفه. تعالوا نشوف المقادير. اول حاجه هنا هنعمل الشربات. معايا كوبايه ونص ميه وكوبايه سكر، تمام كده، وعصره نص ليمونه. بس هنضيف الليمون من الاول كده، مفيش مشاكل. هناخدها بقى على النار تغلي. اول ما تبتدي تغلي هنحسب كده 10 دقايق وبعدين نطفي عليها ونضيف لها الفانيليا. خلاص هنا غلت معايا ونزلتها. هضيف لها الفانيليا واسيبها بقى، لازم الشربات يكون بارد. تمام كده. هنبتدي بقى في المقادير. الكيكه معايا 4 بيضات كبار، لو البيض صغير يبقى 5. ومعايا كوبايه سكر، يا ريت يكون السكر ابيض الفاتح كده. ومعايا فانيليا علشان يديني بس نتيجه كويسه السكر، بس لو مش متوفر خلاص مفيش مشاكل، اي سكر. نبتدي نضرب بقى بالمضرب على اعلى سرعه، زي ما انتوا شايفين كده ابتدى يبقى فاتح معايا اللون. لسه هنضرب تاني نكمل لحد ما يبقى معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. احنا هنعملها كيكه كده اسفنجيه من غير اي دهون، مش هنضيف لا سمنه ولا زيت. خلاص كده القوام اللي احنا عايزينه ده. معايا هنا كوبايتين دقيق ونص كوبايه سميد بسبوسه، ومعايا رشه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر. انا هنا ضفت من كيس البسبوسه، يعني ما جبتش سميد ساده. لو سميد ساده هتضيفي له بقى مكونات تانية. فاحنا علشان نستسهل بقى هنعمل ايه؟ هنجيب كيس بسبوسه وناخد منه نص كوبايه، بيبقى فيها جوز هند وبيبقى فيها مكوناتها. هناخد نص كوبايه بس، هنخلطهم مع الدقيق كويس. نبتدي بقى ناخد كده كميه الدقيق واحده واحده كده ونقلب. لو سباتولا زي اللي معايا كده او بالمضرب العادي، هتجيبي من تحت لفوق كده علشان الخليط ما يهبطش معاكي. تمام كده. ومعايا هنا بقى صينيه مدهونه دهنه زيت، وانزل بقى بالخليط. تمام كده بشويش هنزله. هنخبطها خبطتين كده للصينيه علشان نخرج الهواء اللي جواها، وبعدين ندخلها فرن سخن على درجه حراره 180. ما تفتحيش على الفرن خالص لحد ما تستوي معاكي. خلاص هنا خرجت معايا هي سخنه، الكيكه سخنه والشربات بارد. هنزل هنا بقى بالشربات. هنضيف بقى على الشربات قبل ما نضيفه على الكيكه 3 معالق كبار سمنه بلدي، تمام، علشان يبقى طعمها حلو كده. احنا ما ضفناش اي دهون في الكيكه واحنا بنعملها. هنضيفها هنا اول ما الشربات ينزل معاك، هتضيفي عليه 3 معالق كبار سمنه بلدي، وبعدين تنزلي بقى على الكيكه. هنا بقى ضفت جوز هند، لو بتحبي جوز الهند هتضيفي جوز هند كده على الوش. ونبتدي بقى نقطعها. عايزه اقول لكم ان كانت تحفه. هنا بس الصينيه هنا كبيره، لو حابه السمك يبقى اعلى من كده هتصغري الصينيه شويه، بس انا هنا حسيت انها حلوه قوي معايا. السمك ده كويس قوي. الكيكه حلوه قوي وهشه وطعمها تحفه بجد. اجمد كيكه يا جماعه هتاكلوها. طعمها حلو قوي وسهله خالص وبسيطه. شايفين عامله ازاي الكيكه؟ ده السمك، يعني لو حبها سمك اكتر من كده يبقى صغار الصينيه. شايفين الكيكه وانا بقطعها كده جميله قوي، هشه وطعمها يا جماعه تحفه. طعمها حلو جدا، كل اللي اكلها اعجب بيها قوي. انا اول مره اجربها بصراحه، بس بجد طعمها حلو قوي. جربوها تعجبك قوي. شايفين الطعامه بقى بتاعه الكيكه؟ تحفه. عايزه اقول لكم ان هي كل ما تقعد بقى كمان بتبقى حلوه قوي، تبقى شربت كده من الشربات وتحفه. وهي سخنه كمان، انا اكلتها وهي دافيه كده كانت رهيبه. لما قعدت تاني يوم بقى كانت رهيبه. شايفين عامله ازاي؟ تحفه. يلا بقى عايزاكم تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم فيها ايه. مع السلامه.